حاجات مدرسه المرور مش هتعلمها لك. اول حاجه ازاي تتعامل مع الميكروباصات والتكوسه في الشارع. في الكتب دايما بيقول لك سيب مسافه امان بينك وبين اللي قدامك، لكن في الشارع وارد جدا ان وانت ماشي تلاقي الميكروباص بيقفل عليك وتلاقي التاكسي بيقف مره واحده عشان ياخد الزبون اللي قدامه. فدايما توقع اي حاجه مفاجاه ممكن تحصل واعمل حسابك ليها وخد بالك. رقم 2 اشاره المرور مش دايما هتحميك. اللي مدرسه المرور هتقوله لك ان الاشاره وهي خضراء يعني تعدي والاشاره وهي حمراء يعني تقف، بس اللي مدرسه المرور مش هتقوله لك ان وارد جدا حتى وانت بتعدي واشارتك خضراء تلاقي حد بيقطع الطريق عليك مره واحده، فلازم تكون حذر ولازم برضو تاخد بالك. رقم 3 الركنات في الشارع. اللي المدرسه هتعلمه لك ان انت تخليك تركن في شارع واسع وشارع فاضي، بس اللي المدرسه مش هتعلمه لك ان انت تركن في شارع عرضه متر ونص والناس كلها واقفه بتتفرج عليك وبتزمر لك. فعشان كده مهم جدا ان وانت بتركن تركز مع عربيتك وتركز مع مرايتك وتفصل نفسك عن الناس اللي في الشارع كلهم. رقم 4 المشاة احيانا بيكون اخطر من العربيات اللي ماشيه حواليك، فاللي المدرسه هتقوله لك ان انت دايما تخلي بالك من المشاة وتسيبهم يعدوا براحتهم، بس اللي المدرسه مش هتقوله لك ان وانت ماشي في الطريق ممكن تلاقي مره واحده ناس بتجري وناس بتعدي قدامك وناس بتنط قدام العربيه ولا كانهم بيمتحنوك في اختبار المرور. فعشان كده سيب مسافه كويسه تاهلك ان انت لو حد عدى من قدامك مره واحده تلحق تقف من غير ما تعمل له مشكله. رقم 5 مش كل الناس هتدي لك اشاره قبل ما تخش عليه. اللي المدرسه برضه هتعلمه لك ان انت قبل ما تيجي يمين او شمال لازم تدي اشاره ناحيه المكان اللي انت عايز تروح علشان تعرف الناس ان انت داخل المكان ده. بس اللي المدرسه مش هتقوله لك ان وارد جدا وانت ماشي تلاقي العربيه اللي جنبك بتكسر عليك مره واحده من غير ما تديك اشاره خالص، فانت هنا مطلوب منك ان انت تخلي بالك من نفسك وتخلي بالك كمان من الناس اللي حواليك. في الاخر عايز اقول لك ان دي حاجات عمر ما مدرسه المرور هتقولها لك، بس انت لو طبقتها هتبقى سواق محترف زيك زي كل الناس اللي بتشوفها ماشيه في الشارع. قول لنا بقى ايه الموقف اللي حصل معاك من المواقف ديت وتصرفت فيه ازاي؟